السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هقول لكم الطريقه اللي بشوي بيها في البيت في المطبخ عادي، من غير فرن ولا اي حاجه. بشوي السمك على البوتاجاز علشان لو واحده مثلا منكم ما عندهاش فرن او مش بتعرف تخرج تشوي بره او كده. انا هقول لكم على الطريقه سهله جدا، بس شرط يكون عندك جريل في المطبخ. اول حاجه بجيب طماطم، جزر وفلفل حامي او بارد وليمون، ليمونه خضراء، وتوم بقشره. بحطهم كلهم في الكبة وبفرمهم بالطريقة دي او بالسمك ده، وبعد كده بحط كوباية ونص مية وبحطهم في طبق كده، وبعد كده بحط ملح، بزود الملح شوية، بحط معلقتين ملح، وبحط كزبرة ناشفة. عندك بقى بابريكا، عايزة تزودي اي اضافات تانية ممكن تزودي، بس انا بحط ملح وبابريكا وكزبرة ناشفة. وطبعا انا حطيت كزبره خضراء برضو مع في الكبه يعني. بعد كده بجيب شويه رده، بكون غاسله السمك كويس جدا من الخياشيم وكده وغسلاه. بغلفه بقى بالرده كده كويس. طبعا لو ما عندكيش رده ممكن دقيق، بس مش هيطلع بنفس النتيجه يعني. فالاحسن تجيبي رده وتغلفيه بالطريقه دي. في ناس بتفتحه او بتفتح بطنه يعني وبتحشيه، بتحشيه الحشوه اللي هي الثوم والبصل وطماطم وفلفل وكده، بس انا بفضل ان انا اعمله كده. بعد ما بخلص الكميه اللي عندي بكون مسخنه الجريل، حطها على عين البوتاجاز، وبكون معليه العين على الاخر. بس لازم اغلف البوتاجاز بالورق الحراري اللي انتوا شايفينه ده، علشان البوتاجاز مش يبوظ مني او يتبهدل. وبعد كده بقفل عليه الجريل، وبعدين بحطه في الميه واحطه في مصفى، ودي النتيجه. بعد كده بقدمه بالطريقه دي وبعمل سلطه ورز. يا رب يكون الفيديو عجبكم او طريقتي عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ممكن تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.